عليكم ورحمة الله، شلونكم؟ أخباركم؟ صحتكم؟ أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بكل خير وصحة وعافية وأنتم تشوفون فيديو اليوم راح نحضر أطيب وأسرع طبق حلاوة وبمكونين فقط راح تشوفوهم أثناء متابعتكم للفيديو. اللي ما يعرفني أنا ميرو سرمد، هذه قناتي، أتمنى تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى توصلكم إشعارات الفيديوهات اللي أنزلها، وأكيد ما راح تنسوني باللايك والشير من إيدكم الكريمة الحلوة. خلينا نبلش ونقول بسم الله. أحتاج إلى كوب واحد فقط من السكر. هذا الكوب راح أخليه بهذا القدر وأخليه على نار كلش هادئة مثل الشمعة. كل ما تكون النار هادئة كل ما السكر يتكرمل عندي أسرع ويصير حلو وما يحترق. من راح يبدي ياخذ هذا اللون وراح تحركوه شوية، راح تحسون أنه خرب. هذا لا، ما خرب، هذا معناها أنه بدأ يتكتل السكر وبدأ يحل وبدأ يتحول إلى الكراميل. أثناء ما راح يتحول وأنتظر أني على النار، راح أبدي أحضر خليط النشا. عندي هنا كوب من الماء البارد، راح أخلط وياه ملعقتين من النشا، ملعقتين طعام، هاي الأولى وهاي الثانية. شوفوني شلون خليتها مليانة من النشا. راح أخلطهم وأتأكد أنه كل النشا اللي يعني بالكاسة ماء وما بقت أي تكتلات بأسفل أو بقعر الكاسة. راح أروح أشوف السكر مالتي بدأ يتكرمل، بدأ يتحول إلى سائل. النشا عندي راح أضيف له منكهات. أنا هنا ضفت له ملعقتين صغار من الهيل، ممكن نضيفوا له فانيلا أو حتى نكهة كراميل، أنتوا اللي يعجبكم، يعني أنتوا براحتكم النكهة. شوفوا هنا السكر بدأ يصير عندي سائل، أنا أنتظر إلى أن يصير كلش سائل مثل الشفاف. بهالمرحلة يلا راح أضيف خليط النشا. قبل لا أضيف خليط النشا راح أضيف ملعقتين طعام من الزيت النباتي. بإمكانكم اللي عنده زبدة، اللي عنده دهن، أنتوا براحتكم، أو مارجرين، أنتوا ضيفون المادة الدهنية اللي تعجبكم. راح أخلطه شوية وراح أبدي أضيف عليه كوب من الماء الدافي أو الساخن حتى أبدي أحل مادة السكر وأخففها قبل لا أخلط وياه النشا. بس انتبهوا بهالمرحلة لأن راح يطشر عندكم وينطي هذا البخار سريع، فانتبهوا على إيدكم وعلى وجهكم من الحرق مات السكر ياسر سارع كلش مؤذي. بعد ما هسه راح أخلطه ويبدي شوية يغلي، راح أبدي أضيف خليط النشا والماء بعد ما أيضا أنطيه خلطة وأتأكد أنه ماكو أي نشا بقعر الكاسة أو الإناء. بعد ما ضفت خليط النشا راح أنطيهم خلطة وأنتظر إلى أن يبدي يغلي، وأنتظر إلى أن يسمك القوام، يصير عندي مثل المحلبي أو يعني قوام الحلاوة أو مثل الكاستر، يعني فد قوام سميك. أنا هنا مستمرة على الخلط. هنا خليت النار شوية أعلى، يعني نار وسط تقريبا، بانتظار أنه يسمك عندي. بقى شلون بدأ يثقل ويبدأ يسمك وراح تصير عندي الحلاوة جاهزة. من يسمك عندي ويصير هاي المرحلة أوصل، خلاص انتهت عندي الحلاوة. راح أوزعها على أطباق التقديم، وراها راح أبدي أزينها بشوية من مبروش جوز الهند أو الفستق أو أي نوع أنتم تحبون من المكسرات، أي شغلة أنتم تحبون تزينون بيها. لهنا أقول لكم انتهى الفيديو. أتمنى إن شاء الله تنسوني باللايك وشير مع الأصدقاء. دمتم في رعاية الله.